الإسلام، يتسترون باسم الإسلام والإسلام منهم براء. هؤلاء لماذا الذين أفتوا للليبيين لا يفتون بمهاجمة قاعدة السيلية؟ لماذا؟ يا شيخ القرضاوي، أنا أوجه لك وأتحداك أمام الشعب العربي وأمام الأمة الإسلامية وأمام أحرار العالم أن تخرج على الفضائيات وتفتي للشعب العربي وللشباب العربي بجواز قتال الأمريكان في شوارع الخليج، وبجواز مهاجمة قاعدة السيلية، وأن الجهاد واجب والأرض العربية والإسلامية محتلة. اخرج إذا كنت مسلما حقا، وإذا كانت فيك ذرة من الشرف ومن الكرامة، وإذا أنت ماكش طابور خامس، اخرج افتي للمسلمين بأن يهاجموا قاعدة السيلية. قاعدة السيلية اللي فيها القيادة العسكرية الوسطى اللي تقود كل المؤامرات ضد الأمة الإسلامية وضد الأمة العربية وضد الإسلام وضد العروبة. لماذا هذا الكذب؟ هذا النفاق؟ أين هو الإسلام؟ اخرج تحدث. الشيخ الصلابي، إذا كنت مسلما حقا افتي للجماهير العربية بأن تهاجم القواعد الأمريكية، بأن تهاجم القواعد الأمريكية في كل مكان. لماذا تفتون للشباب الليبيين أن يهاجموا القواعد الليبية والقوات المسلحة الليبية والشعب المسلح والأمن الليبي؟ مسلمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا تفتون للشباب الليبيين إذا لم تكونوا عملاء لأمريكا والغرب؟ افتوا للشباب العربي بأن يقاتل أمريكا في الخليج وفي العراق. السيلية يا شيخ القرضاوي جنب حوشك، جنب بيتك السيلية يا شيخ القرضاوي، جنب بيتك في قطر، تتنعم وتأكل وتشرب. والطائرات الأمريكية كل يوم تهز رواشن حوشك شبابيك بيتك. لماذا لا تفتي وتقول للشعب العربي وللشباب المسلمين الجهاد واجب، الجهاد واجب. نحن أمة محتلة، أرض محتلة. لماذا لا تفتوا بمهاجمة هيئة الأسطول الخامس في البحرين وغيرها والقواعد الأمريكية والقواعد الفرنسية في الخليج وفي كل الدول الخليجية؟ لماذا تفتوا للشباب الليبي بتدمير ليبيا وبمهاجمة الشعب المسلح في ليبيا اللي يقود في المعركة ضد الإمبريالية وضد الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني؟ احنا دربنا الشعب الفلسطيني ودربنا المناضلين في كل أحرار العالم، وهؤلاء الجنود الليبيين قاتلوا ودربوا كل حركات التحرير اللي تقاتل في أمريكا واللي تقاتل في الغرب. وأنتم اللي أفتيتوا للشباب بأن يقاتلوا حليف العرب. أنتم اللي أسقطتوا الاتحاد السوفيتي من خلال فتاويكم ونقلتوا الشباب المغرر بهم للقتال في أفغانستان. افتوا لهم يخشوا لفلسطين يا أخي، فلسطين على حدودكم. افتوا للشعب العربي أن يخش لفلسطين، أن يحرر فلسطين. أفتيتوا للشباب المسلم أن يعدي يقاتل في أفغانستان باش يدمر الاتحاد السوفيتي، باش أمريكا تستأسد في العالم. ودفعتوا المليارات. الآن الكتب تقول أن 45 مليار دفعها الخليجيون لتأجيج لإسقاط الاتحاد السوفيتي. والآن الوثائق تقول أن 25 ألف عربي قاتلوا الاتحاد السوفيتي في أفغانستان لمصلحة أمريكا. تضحكوا على من أنتم؟ تستخدموا احنا أئمة الإسلام، احنا قادة الإسلام، نحن قادة الإسلام الحقيقي. ليبيا دولة إسلامية، نحن الذين دمرنا الخمارات، والخمارات موجودة في الخليج. في ليبيا نحن الذين دمرنا الخمارات وبيوت الدعارة، نحن الذين أعلينا راية الإسلام، نحن الذين نشرنا الإسلام في أفريقيا، نحن الذين نطعم أطفال المسلمين في أفريقيا، نحن الذين نعلم أطفال المسلمين في أفريقيا، نحن الذين نخوض الحرب ضد التنصير في أفريقيا. وأنتم راقدين في الخليج تأكلون وتشربون وتنعمون وتستخدمون أموال العرب، أموال المسلمين. وينكم؟ ورونا صوتكم يا اتحاد علماء المسلمين، سمعونا فتوى واحدة ضد إسرائيل وضد أمريكا. ما هذا السخف؟ ما هذا الاستغباء للمواطن العربي؟ مواطن شاب ليبي ايش تقولوا يعدي يهجم على المعسكرات خذ السلاح، بيقاتل من هو هذا الشاب؟ الثورة الليبية التي رفعت رؤوسكم كلكم، الثورة الليبية رفعت رؤوس العرب. نحن جسر جوي يوم حصار غزة، مهندس سيف الإسلام منع من النزول في سيناء ليشرف على تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني. نحن حتى السلاح على استعداد نقلوه للشعب الفلسطيني، وحتى قوتنا مستعدين ان نتقاسموه مع الشعب الفلسطيني. شو قدمتوا للقضيه الفلسطينيه الا الكذب؟ ماذا قدمتوا للقضيه الفلسطينيه؟ واحد اكبر مؤامرات تقودها من جهه انتم مع ايران ومع حزب الله، ومن جهه انتم مع امريكا
ومن جهة عندكم علاقة باليهود. ما هذا الكذب والنفاق؟ اليوم المؤامرة تستهدفنا، أنت من الطابور الخامس اللي قاتل فينا. نحن ما ناش خايفين من أمريكا ولا خوفنا من إسرائيل. واجهنا أمريكا 140 طائرة هجمت على بيت معمر القذافي. لماذا لم تهجم 10 أفراد على أي قصر ولا أي بيت لأي أمير في أي مكان ولا لأي رئيس عربي؟ ليش استهدفوا معمر القذافي؟ ليش جت 140 طائرة استهدفت معمر القذافي؟ وروني واحد استهدف أمير والله رئيس عربي في أي مكان. أنتم كلكم أصدقاء أمريكا وأصدقاء إسرائيل، تضحكوا على من؟ تونس هذه مقر المخابرات الأمريكية. الشعب التونسي عندما انتفض وأسقط زين العابدين أعاد الكرامة للعروبة. ممنوع المواطن التونسي يصلي، ممنوع تلبس محرمة وتغطي راسها. احنا دولة إسلامية نصلي في المساجد، احنا عندنا مليون حافظ لكتاب الله، احنا ثورة إسلامية عالمية. طيب دكتور، حقيقة أنا أحييك على فضحك لأدوات هذه المؤامرة بشكل عام، ولكن دكتور من بين أدواتها